تعالوا بقى نعمل تحلية سريعة في 10 دقايق. طعمها رهيب وتستاهل يقفوا عليها بالطابور فعلا. انسي كل الطرق التقليدية اللي انت متعودة عليها في الجلاش وجربي الطريقة دي هتدمنيها من كتر حلاوتها. السلام عليكم، ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا نرمين علي ودي قناتي مطبخ اونلاين نرمين علي. اهلا بيكم في قناتي. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الجلاش بالطريقة التركية. جلاش مسقي بالحليب بطريقة سهلة جدا وبسيطة والنتيجة رهيبة من غير ما ندهن ورقة ورقة علشان نورق الجلاش ولا الكلام ده خالص. يعني لو عندك بنوتة صغيرة ممكن دلوقتي تقوم تعمل صينية الجلاش التحفة دي. تعالوا بينا نسمي الله ونشوف الطريقة، بس ما ننساش اللايك ونتابع الفيديو للآخر. معايا لفة جلاش نص كيلو بجيبها فطري او من السوبر ماركت. هفتح لفة الجلاش واعد الورق بتاعها واقسمه نصين. هشيل الجزء اللي فوق والفه في فوطة علشان لو سبته في الهواء هينشف على طول ويتكسر معانا. والنص التاني لفيته في الورقة اللي كان فيها لفة الجلاش لحد ما اجهز الصاج علشان ما تنشفش. بعد كده هجيب الصاج او الصينية اللي هعمل فيها الجلاش واضيف فيها معلقة كبيرة من السمنة. طبعا تقدري تستخدمي صينية مقاس 30 في 30 مربعة او صينية مدورة مقاس 30. ودلوقتي هقولك لو انت حابة تحطيه في صينية مدورة تعملي ايه. هبدأ اخد ورقتين ورقتين كده واحطهم في الصاج زي ما هما كده من غير ما ندهن ورقة ورقة ولا حاجة خالص. وهرجع اكرر العملية دي، هاخد ورقتين ورقتين احطهم من غير ما ندهن سمنة خالص. ممكن تحطي نص لفة الجلاش كلها مرة واحدة، بس انا بحب احط ورقتين ورقتين كده علشان يبقى الورق مهوي ما يبقاش مكتوم كله فوق بعضه. ودلوقتي هحضر الحشوة اللي هحطها في وسط الجلاش. انا استخدمت جوز هند وزبيب ومكسرات مجروشة وحطيت عليهم رشة قرفة. وطبعا الحشوة دي ترجع لرغبتك انت، كل واحد زي ما بيحب. اهم حاجة ما تحطيش في الحشوة سكر خالص علشان لما نيجي نقطع الجلاش السكر هينزل تحت في الصينية وهيتحرق اثناء السوى. وهبدأ اوزع الحشوة كده على الجلاش. وعلى فكرة تقدري ما تستخدميش حشوة خالص وتحطي كمية الجلاش كلها من غير حشو نهائي. وممكن تستخدمي جوز هند وشوية قرفة بس من غير مكسرات خالص. وبعد كده هبدأ ارص النص التاني من لفة الجلاش ورقتين ورقتين زي ما عملنا قبل كده من غير توريق بسمنة خالص. شايفين الطريقة؟ مفيش ابسط من كده، مش محتاجين ندهن ورقة ورقة عشان يطلع مورق معانا. ودلوقتي هقولك ازاي يطلع مورق معاكي كأنك حاطة بين كل طبقة وطبقة سمنة. بعد كده هجيب سكينة حامية وبسن السكينة هبدأ اقطع الجلاش بأي شكل تحبيه، سواء مثلثات او مربعات زي ما تحبي. بس اهم حاجة وانت بتقطعي حاولي تنزلي لتحت كويس بالسكينة علشان الجلاش يتقطع معاكي كويس، لان الجلاش بعد ما يستوي صعب نقطعه بالشكل اللي احنا عاوزينه. معايا هنا نص كوباية سمنة سايحة وضفت عليها كمان نص كوباية زيت وربع معلقة صغيرة بيكنج باودر. يعني الكمية كلها كوباية، ممكن ننزلها نخليها كوباية الا ربع. لو حابة ممكن تخلي الكمية كلها سمنة، بس علشان تبقى خفيفة شوية كده مش دسمة قوي، ويفضل طبعا تبقى سمنة بلدي. وبعد ما تسيحي السمنة بتسيبيها تبرد الأول وبعدين تحط عليها الزيت، علشان لو حطينا السمنة وهي سخنة على الجلاش هتعجن الجلاش معاكي قبل ما يدخل الفرن. احنا عايزينه كده يطلع مورق معانا ويبقى جميل مش معجن. فخلي السمنة باردة مش سخنة قوي. وابتدي وزعي السمنة في الفراغات اللي بين الجلاش وعلى ورق الجلاش كله من فوق. واهتمي ان انت تدخلي بين الفراغات وبعضيها سمنة على زيت علشان الجلاش يورق معاكي. ودلوقتي هقولك على طريقة حلوة قوي هتخلي السمنة تدخل كويس بين طبقات الجلاش وبعضيها. عايزة اقولك كمان لو انت حابة تعملي الجلاش في صينية مدورة، افتحي لفة الجلاش وهاتي الصينية حطيها على لفة الجلاش، وبالمقص او السكينة كده ابدأي حددي على حجم الصينية وقطعي الجلاش كده على شكل دايرة. والاطراف اللي هتتبقى وتطلع معاكي بعد ما تقطعيها دايرة هتاخديها وترصيها عادي خالص بين الورق وبعضه، مش هيحصل اي حاجة. بعد ما خلصت كوباية السمنة كلها علشان اتأكد ان هي السمنة دخلت بين طبقات الجلاش كويس، هبدأ احرك الصاج بتاعي كده واقلبه يمين وشمال علشان اتأكد ان السمنة دخلت في كل مكان. وما تخافوش الجلاش مش هيقع ولا حاجة خالص، لان السمنة لما بتنزل على الجلاش بتثبته ما بتتحركش معاكي. وفي الوقت ده ببقى مشغلة الفرن بتاعي يسخن على درجة حرارة 180، واسيب الفرن يسخن 10 دقايق او ربع ساعة علشان ادخل الجلاش على الفرن وهو ساخن. وبدخل الجلاش على الرف التاني من تحت، الرف اللي فوق الارضية على طول. وبشغل الفرن من تحت الاول، واول ما الجلاش يستوي من تحت والجوانب هطفي من تحت واشغل الشواية واحمر وش الجلاش. لو الفرن بتاعي كهربا هشغل من فوق ومن تحت والمروحة.
ودلوقتي معايا 3 كوبايات من الحليب بنفس الكوباية اللي حطينا بيها السمنة وحجمها 250 مللي، واللبن بيكون بدرجة حرارة المطبخ. حطيت عليه كوباية الا ربع من السكر البودرة ورشة من الفانيليا. قلبتهم كويس مع بعض، وهو ده الشربات بتاع النهاردة اللي هنسقي بيه الجلاش. الشربات بتاعنا النهاردة هو الحليب والسكر ورشة الفانيليا. وده شكل صينية الجلاش بعد ما طلعت من الفرن. شايفين ما شاء الله مستوية كويس جدا، والقطع فاصلة عن بعضها ومتحمرة كويس. هسقيها على طول بالحليب والسكر والفانيليا وهي لسه طالعة سخنة مولعة من الفرن. هنكون محضرين اللبن والسكر والفانيليا، ونبدأ نسقي الجلاش بالحليب بالتدريج كده. كل ما تتشرب شوية نحط لها شوية غيرهم لحد ما نخلص كل كمية الحليب. والحليب بيكون ساقع بدرجة حرارة المطبخ مش سخن. انا سبتها شويه لحد ما هديت شويه، قطعتها وهي لسه دافيه. ريحتها وطعم السمنه البلدي مع الحليب حاجه كده وهم. ممكن ناكلها وهي لسه دافيه كده بعد ما نسقي بالحليب بشويه، وممكن نسيبها تبرد في التلاجة وناكلها بارده. وش الجلاش من فوق مقرمش شويه كده، والجلاش من جوه طري وجميل، متشرب بطعم السمنه والحليب والفانيليا والسكر مع بعض كده حاجه كده وهم. طعمها كده شبه ام علي او زي الجلاش اللي بنعمله في الطاسه ونسقيه بالحليب ونرش عليه سكر. اخر جمال. جربيه ان شاء الله هيعجبك. يا ريت اللي وصل للجزء ده من الفيديو ما ينساش يحط اللايك ويفعل الجرس على الكل علشان توصله اشعار باي فيديو جديد. وما تنسوش كمان تكتبوا لي تعليق حلو من تعليقاتكم الجميله اللي بتفرحني وتشجعني. وما تنسوش تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك بنفس الاسم مطبخ اونلاين نرمين علي. استودعكم الله واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد ووصفه جديده. كنت معاكم نرمين علي من قناتي مطبخ اونلاين نرمين علي. اشوفكم على خير. سلام عليكم.